بخاف نسيب بضل جديد وبتعلم ماليش علون وبتألم لأفرح فيكي. هاي يا جماعة، اعذروا اي دوشة موجودة حواليا لاني مش بسجل في الشكل الطبيعي للتسجيل وهو دولاب بيتنا، وقرر ان انا اسجل في مكان تاني فيه دوشة كتير قوي حواليا. ومش معايا ضيوف برضه عشان محدش تعشم انه ايه ده انتي بتسجلي مكان بره معاكي حد خالص. انا لوحدي، ده العادي بتاعنا، ما تتعودوش على الحاجات الحلوه اللي حصلت المره اللي فاتت، رغم ان انا حابه كتير قوي يكون معايا لقاءات مع ناس كتير. فانتوا اوريدي لو حابين التايب ده من البودكاست قولوا لي في الكومنتس، ولو انتوا اوريدي كاشخاص حابين تكونوا معايا في حلقه وانا على معرفه بيكم كويسه عشان مش عايز حد يخطفني ولا حاجه، وعندكم يعني نيه ان تعزموني على حاجه، انا موافقه جدا. بقبل بكل انواع العزومات، سبيشال بيتزا، انا بحب بيتزا جدا، فيعني مش هقول لكم لا. المهم نرجع لموضوعنا على طول. انا ليه مستعجله ان انا اعمل الحلقه دي رغم ان انا مش في المكان الطبيعي للتسجيل قوي؟ عشان الحاجه دي بتلح عليا بقى فتره ودماغي شغاله قوي في الموضوع ده، فحاسه ان انا محتاجه اتكلم فيها في اسرع وقت ممكن. وكمان عشان ما اغيبش عنكم كتير، عشان انا حسيت ان انا بقالي اسبوع ما نزلتش حلقه، فالموضوع مضايقني قوي. وانتظروا حلقات جايه كتيره، واعتقد الحلقه دي هتكون قصيره مش كبيره، لان هي على قد بس ما اطلع الافكار اللي جوه دماغي وهقفلها وادخل انام. بس الحلقات الجايه هتكون اطول شويه لان جزء كبير منها هيكون لقاءات زي ما قلت، فهيكون في مساحه لان انا ارغي براحتي واتكلم في اي موضوع عبثي زي ما انتم متعودين. المهم يعني ندخل في الموضوع على طول. انا هاخدكم الاول بس باك جراوند انفورميشن مش محتاجين تعرفوه، بس انا حابه احكيها. ان انا يا جماعه كان عندي مشكله مع القرايه قوي، وستيل والله عندي مشكله مع القرايه قوي. ان انا زمان كنت فاهمه ان الشخص اللي بيقرا روايات هو شخص بيخلص قرايه ال 100 صفحه او 200 صفحه، يعني اللي هو توتالي قريت كل اللي موجود، فهمت حاجه لا، اصلا استوعبت الروايه بتقول ايه لا، بس خلصت الكتاب. هو ده حرفيا كان معتقدي عن الروايات، ان الروايات هو تاسك واضح انك بتخلصي الصفحات بتاعتها ايا كان الموضوع ايه. يعني انا مش بقرا الموضوع، انا برتل الكلام حرفيا كده اللي موجود تلاوه عطره زي الدكاتره بتوع الجامعات بيقروا السلايدز ويمشوا. انا كنت بقرا روايات كده من هو بركز ان انا اخلص روايه، مش بركز اصلا الروايه بتقول في ايه. فكانت من ضمن الحركه الغبيه اللي انا بعملها دي، ان انا كنت بقعد اقول بقى ده انا قريت الروايه الفلانيه، ده انا خلصت ما اعرفش روايه، ده انا خلصت كام روايه في ده. واكتشف في الاخر انه فاينلي انا ما قريتش حاجه لغايه اما في ثانوي اعتقد، او بدايه دخولي يعني لعالم القراءه الحقيقي، استوعبت ان كل ده كنت بعمله حاجه يعني حقيره جدا ما تتقالش عليها قراءه، وانه المفروض اقرا الحاجات بتمعن اكتر واركز، وابقى مش مشكله ان انا اعيد صفحه مرتين تلاته على قد ما يوصل لي الفكره. ما بقاش مش اسمي قريت الروايه وخلاص، اسمي فهمت الروايه، او على الاقل فهمت هو الشخص ده اصلا بيحكي عن ايه، حتى لو ما فهمتهاش كمعنى يعني، بس على الاقل حاولت ان انا افهمها، قدمت النيه. فالمهم يعني كانت من ضمن الوقت ان انا كنت بقول ان انا بقراها كانت روايه نجيب محفوظ. فبعد ما انا بدات اركز، اخترت ان انا امشي بالطريقه الطبيعيه بتاعت الناس، بس كوني شخص بيسرح كتير، فان انا اقرا روايات دي مش حاجه سهله بالنسبه لشخصيتي او طبعي. فانا بحتاج ان انا اقرا روايات في فتره معينه، بعد كده بقراهاش، بعد كده تيجي فتره ابقى عايزه اقرا، بعد كده اسيب الروايات، يعني مش بعرف اقرا بشكل مستقر. فبحاول على قد ما اقدر اختار روايات صغيره كصبح عشان اعرف اخلصها في نفس اليوم. فقابلني روايه نجيب محفوظ اللص والكلاب، وطبعا ما اشتريتهاش لان معيش فلوس، عشان بس ما حدش يسالني انت جبتيها منين، انا سرقتها من على الكندل بتاع اخويا، فندي الكريدتس برضه لان هو السبب يعتبر في الحلقه دي. المهم ان انا قريت الروايه دي، وهي حقيقه روايه صغيره جدا، ولو حد عنده نفس المايند سيت المتخلفه بتاعتي في حوار القرايه، انا ارشح له الروايه دي جدا، كان هي عددها صغير وسبيشلي بتشد، فانتوا هتخلصوا الروايه حرفيا مع اي حاجه بتشربوها، مع المشروب اللي بتشربوه ايا كان هو ايه في الحر ده. بس المهم يعني انه هتخلصوا الروايه هتكونوا مستمتعين. بس انا خلصت الروايه من هنا، وانا دايما مع الروايات يعني بقيت الحمد لله افهمها، يعني بقيت شويه بطلع بيعتبر بكونكلوجن، يعني انا طلعت بالروايه دي بكونكلوجن. لكن الروايه دي بالذات انا طلعت بعلامات استفهام بس، يعني طلعت بعلامات استفهام بس، فحسيت انه انا ما فهمتش، فما قدرتش قوي ان انا اتكلم عنها لما خلصتها. بس جالي كده عدى قدامي من يومين وانا فاتحه اليوتيوب بشكل عبثي جدا فيديو في منتهى الجمال، هو حرفيا في منتهى الجمال، وانا مش بتفرج على فيديوهات بالنوعيه دي اللي هي اشبه بعلميه او تفسيريه للحاجات الفلسفيه دي، عشان انا خلقي ضيق زي ما وضحت. بس انا الفيديو ده كملته لغايه اخره، وانا احطه في الانستجرام لان انا مش بعرف احط لينكس خالص في الديسكربشن بتاع اليوتيوب. فلو انتوا ناس محترمه ومتربيه المفروض تروحوا على الانستجرام دلوقتي تعملوا فولو وتستنوا الستوري فيها اللي انا هكلمكم عن الفيديو ده، او احطه في اللينكس. في واحده بتزغرط بره في الشارع مالناش دعوه بيها. المهم يعني ان هي هنمشي بهذا المنوال. ف
اي حاجه برشحها او بتكلم عنها في البودكاست هتلاقوها على الانستجرام على طول، عشان بس لما قلتهاش في الديسكربشن بتاع اليوتيوب ما تستغربوش. والمهم الانستجرام بتاعي بيس توكس، ولو انتوا تسمعوني على اغاني اكيد برضو اعملوا فولو، يعني خليكم ناس محترمه. المهم ان الفيديو ده كان بيتكلم عن فلسفه نجيب محفوظ في روايته، وهو من ضمن الفلسفه اللي هو كان بيحكيها شرح او ادى مثال باللص والكلاب. فحسيت ان علامات الاستفهام اللي كانت قدامي شويه اتحلت، او على الاقل معظمها وصلت بيها الكونكلوجن، واكد الكونسبت اللي انا متبنيه بقالي فتره. انا حرفيا الكونسبت ده متبنيه بقالي شهر ونص، او مش شهر ونص، لا اكتر، حوالي 3 شهور 4 شهور. فاكد على الكونسبت بتاعي، فحسيت ان انا محتاجه اطلع اتكلم عن الكونسبت ده، بما ان دلوقتي معايا حاجه بتسبورت الكونسبت بتاعي، وهي الروايه دي او او الفلسفه بتاعت نجيب محفوظ في الموضوع ده قوي، وحسيت ان انا محتاجه اكلمكم عليه. جماعه انتوا ليه ما سالتوش نفسكم؟ ده سؤال مهم قوي هبدا بيه موضوع الحلقه. ليه افلام او سوري مسلسلات محمد سامي بتنجح قوي، ورغم ان احنا كلنا عارفين هي وحشه؟ يعني لو سالت اي حد ان هو كسينمائيا او كنفسيا او نفسيا كدراميا او كاي حاجه فنيا، هي عمل رديء جدا بكل الاركان، يعني مش مقنع في حاجات معينه، تمثيل مش افضل حاجه، ناس بتعيط من عين واحده، حاجه ضد المنطق ضد الطبيعه. المهم يعني انه احنا ليه بنحب الروايات دي؟ عشان او سوري المسلسلات دي عشان لذة الانتقام. في واحده بتزغرط برضو المره الثانيه، انا مش عارفه بتزغرط ليه، بس تمام. لذة الانتقام، يعني موسيقى تصويريه مش مناسبه خالص انا بقوله ده، بس تمام. لذة الانتقام ايه برضو؟ لذة الانتقام. بصوا خلينا قبل ما نتكلم عن الانتقام، ان هو المفروض الحلقه بتاعت النهارده بتتكلم عن كونسبت الانتقام او كونسبت لذة الانتقام. الانتقام ده شيء فطري جدا بنفكر فيه. يعني اي حد يجي يقول لك لا اصل الانتقام ده مش حاجه فطريه، مش المفروض اشتموا بامه وسمعوا الفاظ خارجه انا مش عارفه اقولها دلوقتي لان انا بسجل في بيتنا، فاكيد امي هتسمع فعيب يعني وكده. المهم انه اشتموا بامه، بس بتزغرط المره الثالثه، انا مش عارفه في ايه بالظبط، بس يعني اعتقد الحلقه دي بتكون برعايه اللص والكلاب، وست بتزغرط بره لغايه ما نعرف هي بتزغرط ليه. المهم انه يعني دي الفكره، الانتقام او كونسبت الانتقام نفسه حاجه فطريه، خلاص ماشي حلو. يعني احنا طبيعي نحس مثلا لما حد يأذينا ان احنا حابين ننتقم، انا هنا لغايه هنا متفقه معاكم جدا. لكن شكل الانتقام اللي احنا بننتقمه هو اللي ممكن هنا نجد فيه جدال كبير، واعتقد انه اتمنى توصلوا معايا للكونكلوجن اللي انا وصلت من 4 شهور، واللي بجد فرق معايا بشكل كبير قوي، وانا جايه النهارده احاول اخليكم تقتنعوا بيه. يا في الاخر اكتشف ان انا الكونسبت بتاعي خاطئ، وان شاء الله لا يعني، بس انا بحاول اقنعكم بالمبدا او الكونسبت اللي انا تبنيته من حوالي 4-5 شهور، واكد عليه الاستاذ نجيب صديقي العزيز نجيب محفوظ طبعا. انتوا جايين النهارده تقتنعوا فقط، ما تجادلوش معاه، صدقوني وبس. خلينا نبدا من الاول. انتوا بتحبوا ليه افلام او مسلسلات محمد سامي؟ مسلسلات محمد سامي فيها لذة الانتقام اللي هي عمرها ما تحصل في الحياه، ودي الحاجه اللي احنا مش مؤمنين بيها شويه. ان احنا في الحياه المفروض لما حد يأذينا نروح نلف ونخطط ونقعد نأذيه ونعمل كده، وفي الاخر هننجح زي محمد رمضان بالظبط، ان احنا نطلع من السجن ونلاقي دليل البراءه، ويقف معانا ناس جدعه كويسه حلوه، ونروح نمسك الشرير ده نرنه علقه يندمه عمره كله ويقعد يعيط مكسور قدامنا، ونطلع بعد كده ننتصر ونبتسم للخير، وان الحياه عادله، وان الخير بينتصر في الاخر والشر بيخسر. وهذه الحقيقه يعني باطله جدا من الحقيقه عن عالمنا اللي احنا عايشين فيه. ده ممكن يكون في عالم تاني موازي مثلا بتحصل، لكن في عالمنا اللي احنا عايشين فيه سبيشالي في مصر لا، ما بتحصلش الحاجات دي. فاحنا بنتبسط لان احنا بنشوف حاجه في مسلسل احنا نفسنا في حياتنا نعملها ومش عارف نعملها، فبنتبسط عشان كده. دي لذة الانتقام. لكن هي في حقيقه الامر ما بتحصلش في الحقيقه، لانه في حقيقه الامر اصلا المسلسلات المصريه كلها عكس الواقع. المسلسلات المصريه كلها عباره عن نهايات سعيده، ودي حاجه عكس طبيعه البني ادم في الدنيا. لو انت مؤمن بالاخره فالاخره هي بقى فيها كل الحاجات الحلوه، ولا مش مؤمن بيها فللاسف الحياه غير عادله وبس. لو مؤمن بالاخره زينا يعني الحياه ممكن، او يعني الاخره ممكن تجيب لك حقك. لكن لو انت مش مؤمن بالاخره يعني ربنا يكون معاك في اختياراتك. يعني المهم انه يعني برضو وصلنا نفس الكونكلوجن انه الانتقام ده مش حقيقي. بس حد يقول لي لا مش المفروض الانسان ما ينتقمش، والانتقام ده بيعمل لذة للحياه، والانسان هيبقى حياته وحشه لو هو قرر ان هو اي حد يديله على قفاه يسكت. وانت من شويه بتقولي الانتقام فطري، وبعد كده تقولي لا الانتقام مؤذي. فانت منين؟ بصوا يا جماعه، انا زي ما قلت في الاول الانتقام كشعور طبيعي، بس الاسلوب اللي احنا بنقرر نشوف ان ده انتقام هو اللي انا عندي مشكله معاه. بمعنى انا مثلا دلوقتي في حد تعالى مثلا تصور لي مثلا واحده اسمي عزيزه ومصاحبه واحد اسمه فتحي ده عاملني وحش جدا، وحسيت ان فتحي ده اذاني وخني وعمل كذا وكذا وكذا وقل مني، لانه خيانته
ايكوال ان هو ما شافكيش شخص كفايه ان هو يكمل معاكي في العلاقه، فقرر ان هو يجيب حد تاني احسن منك، هو مقتنع ان هي احسن منك وهي هتعوضه الجزء اللي انت عرفتيش. المهم يعني في الاخر انه ايكوال الخيانه انه ما احترمكيش. فانت شايفه ان الصح في الخيانه دي او في اللحظه دي انك تنتقمي، ان انت تروحي تشتميه، تروحي تحكي لامه ان هو كان بيشرب سجاير في تاني ابتدائي وان هو كان مكمر حتتين حشيش ومن ورا امه، كل الكلام ده، او انك تروحي تحكي لصحابه مثلا ان هو كان بيعمل كذا او كذا، او تذليه باي شيء او تفضحيه او تعملي اي شيء ممكن انك تنتمي منه. ده اعتقادك للانتقام. لكن اعتقادي انا للانتقام انه احسن حاجه تانيها انك تنهي العلاقه دي وتعملي بلوك من كل حاجه انت مش محتاجه تسيبيها عندك على الانستجرام عشان تنزلي كل شويه صورك بالفستان الجامد الهوت اللي يخليه ندمان طول عمره ومنتقم ان هو فاته مزه خطيره ما جاتش منها اتنين. لا، انت المفروض تعملي بلوك ومفروض تفكري في نفسك وتشوفي انت محتاجه ايه وتكوني في وضع احسن. ده بالنسبه لي كونسبت الانتقام. ان الانتقام ان احنا نطلع من دائره الاذى ونثبت للطرف الاخر ان احنا مش محتاجينه وان احنا قادرين ان احنا نرجع نلتئم للحياه ونتخطاه. التخطي هو احسن انتقام ممكن توجهه سبيشالي في العلاقات. انا مش هقولك في العادي لانه مش بس الانتقام بيكون في علاقات، بس قصدي لو انت خسرت صديق او حبيب او ايا كان نوع ايه بالظبط في حياتك، الانتقام انك تتخطاه وتعيش حياتك عادي جدا. ده احسن انتقام ممكن تقدمه ليه وليك، لانه اي حاجه تانية مش هتبقى انتقام، هيبقى اسمه اذى نفسي بس متبرر بان هو انتقام، اللي هو انا هفضل مراقباه عشان اعمل له خطه عشان انتقم منه، ففي الاخر تفضلي مراقباه وتعملي خطه فتفشل، فتحسي ان انت فاشله مرتين وتقعدي تاكلي في نفسك، فتجربي المره الثالثه ونفضل في هذه اللوب لغايه لما تروحي تختاري واحد تاني تنتقمي من خلال الطرف ده بيه فتاذيه اكتر او يأذيكي، الله اعلم. الموضوع في الاخر ينتهي بينا في حته وحشه قوي مش حابين نتكلم عنها كتير. فهي دي الفكره. احنا الانتقام بيدخلنا في لوب احنا مش مدركينها ومش مدركين نهايتها، هنفضل فيها. وزي ما قلت لكم ان الحياه مش عادله فمش هعرف اجيب حقنا. انا مش مقتنعه بفكره ان انا اجيب حقي بنفسي والقانون او القانون هيجيب لي حقي او كل هذا المقولات. انا متاكده ان ربنا هيجيب لي حقي، اي نو. مش عارفه في الدنيا في الاخره، مش مؤمنه بفكره انه لازم في الدنيا، فانا مؤمنه في الدنيا في الاخره، فانا هنتظر حكم ربنا اللي هو هيجيبه لي. لو انا بايدي اسعى اجيب حقي اللي تم سلبه او يعني تم سرقته ماشي، لكن انتقام كانتقام لا. فانا برضه هنا محتاجه اكد ان في فرق بين الحاجتين اكيد. يعني اكيد لما مثلا حد يسرقني في حاجه مش المفروض اقول لا خلاص بقى هو سرقني اصلا مش هنتقم، لا. انا قصدي ان هو يقع اذى بينك وبين شخص يظلمك او حاجه، انت مش المفروض تجري عشان تنتقم منه، انت المفروض شخص تتخطاه وتعرف ان هو سيء كفايه انك مش حابب تكون حاطه في المساحه اللي حواليك، لكن مش تقعدش تفكر انك تجري عشان تنتقم منه. الروايه كانت بتتكلم عن نفس الموضوع ده بالظبط. فانا حاسه ان انا نسيتكم الروايه قوي، بس هي الروايه كان مش هحرقها، هحاول على قد ما اقدر ما احرقهاش والله يا جماعه، بس هو موضوع صعب لان هي المين بتاعها في حرق قوي، او ان انا ليه استخدمتها النهارده عن مقتنعي شويه. المهم ان الروايه بدايه اي فيلم عربي، وانا عشان كنت شايفه انه دي روايه نجيب محفوظ واتعملت فيلم، فاكيد هي تبكل اي فيلم عربي، ان هو شخص بيطلع من السجن بعد ما اتسجن الى حد ما ظلم، مش ظلم توتالي قوي بس ان في حد اوشى عليه فالشخص ده اتسجن والشخص التاني اوشى عليه ده اذاه واستغله حاجات كتيره قوي كده. فاحنا طالعين مع شخص عنده كميه غضب وكراهيه تجاه شخص ما وعايز ينتقم ويفكر ويخطط، هو شخص ذكي جدا ان هو اكيد هينتقم واكيد هياخد حقه، فاحنا معاه في الرحله دي عشان نحاول يوصل لحقه، واحنا متلذذين جدا باللي هو بيعمله. وكل ما هيوصل لحد من الناس اللي اذوه هتبقى انت فرحان له لانك حاسس انك كان نفسك تعمل كده في الدنيا ومش عارف، عشان هي مش هتعرف كده. فالمهم ان الشخص ده بيجو الاكشنز دي كلها في الاخر بتلاقي ان الريزلتس مش زي الريزلت اللي احنا متعودين عليه في الافلام المصريه، ان الشرير بيفضل عايش، وانه الشخص اللي المفروض بينتقم ما انتقمش، وانه بيخسر اكتر، وانه اذى ناس كتير قوي في طريقه وهو بيحاول ينتقم من اشخاص في الاخر برضه ما عرفش ينتقم منهم. انتوا فهمتوا بتكلم في ايه؟ ده بالظبط اللي انا بتكلم فيه. نجيب محفوظ هنا كان بيتكلم على فكره انه الانتقام او فكره الاقتناع بالانتقام ده مش هيدخلك غير بدوريه انت بتكون معمي فيها عن كل اللي حواليك، وانك بتاذي كل الناس اللي حواليك وانت مش مدرك انك بتاذيهم، لان الانتقام خلاك مش مركز مع اي حاجه غير انك تنتقم، فاصبح انت عايش بس عشان تنتقم. في ست بتزغرد مره 5 خلاص يا طنط عرفت انك فرحانه ايه دي. المهم انه استاذ نجيب محفوظ يعني كان مؤمن ليه بقول استاذ نجيب محفوظ؟ المهم نجيب محفوظ نفسه، يعني حاسه ان انا قلت ادب، بس نجيب محفوظ نفسه اتكلم عن فكره انه احنا ما نقعدش نفكر كتير قوي يعني في الانتقام، لانه كل ما بيبقى تفكيرنا بس انتقام احنا ما بنوصلش في الاخر للذه اللي احنا مقتنعين بيها. والامل الزائف طيب عايز اقول برضو موضوع الامل الزائف اللي احنا بنعشم نفسنا بيه ان احنا لما هننتقم هنكون احسن وحياتنا تكون احسن زي استاذ محمد رمضان برضو في افلام مسلسلات محمد سامي، حاجه كاذبه جدا. انا على المثال الشخصي كنت هقول لكم في تجربه علميه كده، كان زي بالظبط يجوا فران ويجربوا فيها كده، انا اعتقد مريت بحاجه مشابهه لو والله ربنا قصد يعملها كتجربه ما كانتش هتبقى كده. المهم ان انا كنت انا وشخص ما
مرينا بظلم ما من اطراف معينه. انا كنت مؤمنه انه الله يسامحهم وربنا هيجيب لي حقي، بس انا لازم اتكيف، لازم اتعامل. يعني خلاص الشخص ده اذاني، اعمل ايه؟ افضل بقى انا. والطرف الاخر اللي كان معايا كان هو ما بيفكرش حاجه غير في الانتقام. هو شايفهم انا مش هفرح غير اما هم يتاذوا، ومش هفرح غير اما اعمل فيهم واعمل فيهم واعمل فيهم واعمل فيهم واعمل فيهم. فالشخص ده فقد اللذه، او فقد ان هو يفرح بالحاجه اللي هو عملها او الاتشيفمنتس اللي هو وصل لها، لان هو معني بالانتقام. انتقم وما استفادش حاجه وما حسش ان هو احسن، فضل في نفس الدايره دي وفضل بياكل في نفسه وهيفضل ياكل في نفسه لغايه ما يدرك ان هو كان بيعمل حاجه غلط. فالانتقام بيحسسنا بكراهيه، وشعور الكراهيه ده بجد اكتر حاجه وحشه في الدنيا ممكن نعملها في حق نفسنا. انا عارفه ان في ناس تستحق انها تتكره، مش هكدب عليكم، بس في نفس الوقت ما ينفعش ان احنا نسيب الكراهيه تسيطر علينا لدرجه ان احنا مش شايفين حاجه غير الانتقام. والانتقام كمان احيانا ممكن يوصل لحاجات مش منطقيه، زي ان احنا عايزين ننتقم بقدر اكبر من اللي احنا ان الشخص ده قدامنا اذانا. يعني مثلا الشخص ده مديني قلم، لا انا عايز اديله قلمين مش قلم واحد كمان. فانت كده اعتقادك ان مديله قلمين انت هترد واقع القلم اللي عليك، لكن في حقيقه الامر انت بتلهي نفسك او بتقنع نفسك انك كده اخدت حقك، بس هيفضل القلم اللي ضربته مهما اديت اقلام قد كده وجعك، وهيفضل فاكره حتى لو اديت 600 قلم اللي قدامك مش قلم واحد كمان. فدي الحاجه اللي انا مؤمنه بيها قوي. الانتقام مش هيرجع لك حقك، الانتقام مش هيحسسك بالمشكله، الانتقام مش هو الحل. الانتقام شعور طبيعي زي ما انا قلت، بس هو عمر في حياته ما هو اللي هيجيب لك يرد لك مشاعرك. هو مش هيرجع اللي كان خلاص حصل. الألم اللي انت خدته ده خلاص حصل، موجود، تقبله وادعي على الشخص اللي ضربك بالقلم، او يعني حاول تجيب حقك بايا كان بس بطرق سلميه، ما نتبناش العنف. وبرده ده من ضمن الحاجات اللي بتوجه العنف، ان احنا احيانا بسبب خلاص ست بقى، يعني خلاص زغرتي كتير قوي، انا حاسه ان انا عايزه اضربها دلوقتي ست دي. المهم انه الانتقام احيانا بيخلينا يعني بيفصلنا عن حقيقتنا كاشخاص وعن مبادئنا. يعني انا ممكن يكون عندي مبدا ان انا عمري في حياتي ما هضرب بني ادم، بس مش شخص يضربني يبقى عايزه انتقم فعايزه اضربه، اخسر مبدئي ده عشان اروح اضرب الراجل ده او اضرب الست دي ايا كان. يعني احنا ليه افترضنا ان هو راجل؟ مش عارفه، بس يعني ان انا عايز اضرب الشخص اللي ضربني بالقلم. فده فكره الانتقام. الانتقام بيفصلك جدا قوي عن واقعك قوي او عن حقيقتك انت كشخص. الانتقام ممكن يخليك تاذي الناس حواليك وانت مش عارف، وده برضو حصل في الروايه. فانا حاسه ان الروايه جت في وقتها قوي انها تثبت الكونسبت ده، لان انا كنت مؤمنه بيه بقالي فتره، بس كنت كل ما بدخل فيه ديسكشن مع حد او اقنع اللي قدامي ان هو ما يتخذش الانتقام كمبدا في الحياه، كان بيقعد يقول لي لا وازاي وهفضل مغلوله وانا كده هاخد حقي وانا مش هبرد ناري غير اما اعمل كذا كذا. وسبحان الله فضلوا على نفس المنوال ان هو يمشوا في نفس الفكره دي، وبرضه في الاخر حتى الان اهو عدى سنين هم مش عارفين يتقبلوا، اخدوا حقهم. يعني هم انتقموا خلاص. يعني حتى بص تعالي نقتنع ان الانتقام ده كمان هينجح، لانه احتمال كبير خطتك للانتقام هتبقى فاشله لانك مغلول، والتفكير وقت الغضب ما بيكونش دايما اصح حاجه. بس تعالي نفترض ان انت فكرت وانتقمت ودي حصلت، ودي اصلا حاجه انا متاكده ان هي ما بتحصلش كتير. حتى لو حصلت انت مش هتعرف تعوض الشعور او مش هتعرف تبرد الشعور اللي حصل لك بعد الواقع، لانك ما حلتش المشكله، انت لجأت الحل مش حقيقي اتولدت بيه، مش اتولدت بيه، يعني اقنعوك بيه من وانت صغير او من المسلسلات بقى او من الدراما او من معتقداتنا احنا كاشخاص ان الانتقام هو اللي بيجيب الحل او هو اللي بيحل المشكله، لكن هو في حقيقه الامر مش حل. انا حاسه ان انا طولت قوي، بس ده اللي انا كنت عايزه اقوله. يعني بجد ده اللي انا عايزه اقوله، ان النهايات مش سعيده يا جماعه، وان نهايه المسلسلات كانت سعيده فقط في الافلام والمسلسلات المصريه، حتى دي بقتش موجوده في الافلام الغربيه. يعني حتى الافلام الغربيه ما بقاش فيها نهايه سعيده، احنا بس لسه بنعمل نهايه سعيده في مصر عشان الاستاذ محمد سامي يكون مبسوط. فالنهايه السعيده دي موجوده فقط في مسلسلات محمد سامي. الانتقام هو الحل موجود بس في مسلسلات محمد سامي، لكن مش موجود في الحقيقه. انا مش عارفه بجد اعمال مصريه اتكلمت عن فكره اللص والكلاب برضو او جسده غير الفيلم نفسه. الفيلم نفسه ما حسيتوش احسن حاجه، بس تمام. بس انا قصدي ما اعرفش هل في افلام تانية اتكلمت عن فكره ان الانتقام مش الحل. لو انتوا شفتوا افلام مصريه اتكلمت عن الموضوع اكيد سيبوها لي في الكومنتس، او مسلسلات ايا كان يعني نوع العمل. بس انا محتاجه اكد لكم عليه، الانتقام مش حل، الكراهيه مش حل. الحل ان انتوا تبعدوا عن كل اللي اذاكوا، او تفكروا انك تتقبلوا الاذى ده وتحاولوا تحطوا نفسكم في مساحه امنه وكويسه عن اللي انتوا عايشين فيها دلوقتي. حاسه انا طولت عليكم قوي، بس سامحوا الناس كلها عشان يعني يومكم قرب ويومنا كلنا قرب وهنموت قريب يا جماعه، مش مستاهله كل الكلام ده. ولو انتوا تسمعوني لغايه دلوقتي فانتوا ناس محترمه ومتربيه، ولو انتوا عملتوا فولو وسبسكرايب ايا كان بتسمعوني على انغامي ولا يوتيوب، فانتوا ناس برضو محترمه ومتربيه. وما تنسوش تعملوا فولو على الانستجرام عشان تشوفوا كل حاجه انا اتكلمت عليها النهارده. وانتظروا حلقه جايه قريبه قوي حلوه قوي، واعتقد هيكون فيها حد معايا، فان شاء الله تبقى حلوه وتعجبكم.